شايف الصورة اللي قدامك دي صورة لمفاعل ديمونة ومكتوب عليها مفاعل ديمونة قريبا. الخبر انتشر قوي ونص الناس اللي عامله له شير للاسف مش فاهمة حاجة. الخبر يا سيدي منزلش على الاعلام الايراني الرسمي، لمجرد ان عينك تيجي على الصورة للوهلة الاولى هتفهم ان هيتم الهجوم من ايران على المفاعل. ناس كتير نشرته بعدها وفيهم اللي خاف جدا، ومنظر التعليقات كان مرعب وغريب. بس علشان تكون فاهم ان بعض المنشورات اللي بتنتشر خصوصا الكام يوم دول بتكون من ضمن حرب التصريحات، واللي هنتكلم عنها الفترة اللي جاية كتير، لان الكلام اليومين دول بقى ماشي في سكة هتهددني اهددك، وزي ما كان عادل امام بيقول في فيلم سلام يا صاحبي: هتضرب هنضرب، هتكسر هنكسر، هتحرق هنحرق. والصورة اللي انتشرت دي عزيزي المشاهد احب اقول لك انها معمولة بالذكاء الاصطناعي ومش حقيقية. في شخص بيلعب لعبة سخيفة، هو ادمن لصفحة ايران بالعربي. الشخص اللي عمل البوست دوت ونزله هيتقبض عليه قريب، وده بسبب ترويع الناس وتخويفهم. مع ذلك جه في بالنا سؤالين مهمين: ايه اللي هيحصل لو اسرائيل ضربت المفاعل فوردو الايراني؟ طيب لو حصل العكس وايران هي اللي ضربت مفاعل ديمونة في اسرائيل، ايه اللي هيحصل؟ طيب وقبل ما نبدا احب ارحب بالكاتب العبقري اللي كتب تقرير حلقه النهارده الاستاذ احمد جبريل. ما تنساش تعمل لايك وتعمل شير، ويلا بينا نكمل. اولا، اسرائيل لو ضربت مفاعل فوردو النووي الايراني اللي مكانه في جنوب طهران بحوالي 90 كيلومتر واللي مدفون داخل جبل تحت الارض، فللعلم ان المفاعل محمي بتصميم محصن جدا من الهجمات. حضرتك هتسالني وتقول لي طب لو اتضرب ضرب مباشر؟ ارد عليك واقول لك ان لو اتضرب ضرب مباشر الانفجار هيكون قوي. خد بالك ان المفاعل مدفون تحت الارض وده بحوالي 6 متر، فبدوره هيمتص جزء كبير من الضربه. اليورانيوم المخصب فيه بنسبه 60%، هو مش سلاح نووي بس قريب منه، ممكن يحصل تسرب اشعاعي في المنطقه المحيطه. اما بالنسبه للدول اللي ممكن تتاثر بالاشعاع او موجه الانفجار فهتكون ايران نفسها في محافظات زي قم وطهران وكاشان. عندك العراق المناطق الشرقيه زي ديالي والكوت. بالنسبه للكويت هيكون بنسبه ضعيفه حسب اتجاه الرياح، وفي حاله تغيير الاحوال الجويه هيكون جنوب غرب افغانستان. ولو هنبص على دول الخليج زي الامارات وقطر والسعوديه فالتاثير هيكون ضعيف ومحدود، وده لو حصل تسرب فعلي وانتشرت سحب غبار. بالنسبة لحجم الدمار فهيكون موضعي حوالين المنشأة، مش هيكون دمار كبير بس هيستفز إيران للرد، والكارثة عزيزي المشاهد هتكون من هنا. ثانيا، لو إيران هي اللي ضربت مفاعل ديمونة النووي لأم إسراء. عشان تكون عارف مفاعل ديمونة مكانه في صحراء النقب، وده جنوب فلسطين المحتلة وقريب من بئر السبعة. المفاعل ده اتبنى من ايام الستينيات بمساعدة فرنسا، فيه يورانيوم مخصب ويعتقد انه فيه رؤوس نووية فعلا. حضرتك هتسألني نفس السؤال وتقول لي طيب لو اتضرب بشكل مباشر؟ احب اقول لك ان الانفجار هيبقى ضخم جدا والتسرب الاشعاعي ممكن يوصل لدول بعيدة. الدول اللي هتتأثر بالاشعاع او الانفجار عندك فلسطين المحتلة بالكامل، وخصوصا النقب وغزة وبئر السبعة. عندك دولة زي الاردن ومنها محافظات زي كرك ومعان والعقبة وعمان. اما بالنسبة لمصر فالاشعاع هيوصل لسينا والسويس والاسماعيلية، هيكونوا في خطر فعلي ويمكن يوصل لحد القاهرة، وغيرهم كتير زي لبنان وسوريا وقبرص والسعودية. حجم الكارثة هيكون أكبر من فوكوشيما في اليابان وتشيرنوبل في أوكرانيا، ده لو الضرب هيكون مباشر. هيكون في تلوث زراعي ومائي وجوي، وهيكون في أمراض مزمنة وسرطانات وتهجير جماعي لمناطق كاملة. اللهم احفظنا. وده بدوره هيعمل ردود فعل للناس زي انهيار في الاسواق، الناس هتسيب الشغل، المستشفيات هتتملي، طوابير على الصيدليات، الكمامات، الميه، البطاريات، وهروب جماعي من سينا وغزه والاردن ومن كل مدينه قريبه من ديمونه. فالخلاصه لو اسرائيل ضربت مفاعل ايران من الطبيعي الناس هتخاف، بس الضرر هيكون محدود والدول المجاوره هتبقى في الامان النسبي. لكن لو ايران ضربت مفاعل ديمونه المنطقه كلها هتدخل في كارثه، والخراب هيعم من البحر المتوسط للخليج. والتوقعات بنسبة كبيرة بتقول ان الكلام ده حرب تصريحات ومجرد كلام ومحاولة تهديد. مفادها زي ما قلنا في اول الحلقة: هتضربني هضربك، وفي النهاية كل شيء بيد ربنا. ما تنساش تعمل دي صلاة متابعة علشان تتابع مننا كل جديد.